السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا أوادم؟ شو أخباركن؟ الله يسعد لي أوقاتكن جميع يا رب. هلأ أنا آسف أول شي على تأخير النشر، ولكن عندي ظروفي الخاصة فبعتذر منكن، ولكن هو أنا الناشر وكل شي مهم وكل شي مفيد لإلكن. حابب إني أوضح معلومات جديدة للجميع كرمال الكل يستفيد منها. بتمنى الكل يسمع الكلام للنهاية كرمال تستفادوا إن شاء الله. حاليا كتير منكن عم يستنى موضوع فتح تسجيل على الجواز العادي وعلى الجواز المستعجل. كتير ممكن هذا ناطر هذا الشي، ولكن هذا الشي لحد الآن مسكر ومو معروف ايمتى يفتح تسجيل على الجواز العادي أو على الجواز المستعجل نهائيا بكل سوريا. ما في يا جماعة، وأي حدا عم ينشر على الفيسبوك إنه يوجد حجز للجوازات العادية أو للجوازات المستعجلة، فهذا الشي نصب وبنصب. يعني راح يحجز لك هو حجز وهمي فوتوشوب. انتبهوا من هذا الشي. اتفقنا؟ بس ينزل او بس يفتح التسجيل على الجواز العادي وعلى المستعجل ان شاء الله فورا رح نزلكن فيديو، اوكي، او بشرح لكم على قناتي على الواتساب. طبعا عامل قناة على الواتساب عم اشرح فيها للناس يوميا كل شي مهم وكل شي مفيد. اللي حابب ينضم فيها يتواصل معي على الواتساب لحتى اضيفه كمان. اتفقنا؟ هلا بحط لكم رقمي بالتعليقات تحت اول تعليق. تمام، خلصنا من هذا الموضوع. الموضوع الثاني هو حاليا التسجيل المتاح بكل سوريا هو جواز السفر الفوري فقط لا غير. يعني ما في غير جواز سفر فوري. طبعا هذا رسوم للدولة مليونين، شارح لكم قبل مرة عن الرسوم. أنا رسوم لإلي الدولة مليونين يا جماعة. أوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بده حجز حصر على منصة، ما فيك تروح على هجرة وجوازات تاخد الجواز بدون حجز. لازم تحجز أول شي على المنصة، أوكي، وبعدها تتوجه على هجرة وجوازات بتورجيهم صورة موعد الحجز وبتبصم على جوازك وبتستلمه وأمورك تمام. طبعا متوفر فقط فوري بكل سوريا. ايمت ممكن يفتح العادي ايمت المستعجل الله اعلم، ما حدا بيعرف. ممكن بكرة يفتح يا جماعة، ممكن بعد شهر، ممكن بعد سنة، ما حدا بيعرف هذا الشي ابدا. بس وخلص الحكي، ايمت ما فتح نحن اول من يعلم واول من يفيد الناس بهالمعلومة. اللهم صل على سيدنا محمد. واي حدا ما عم يعرف يحجز بده جواز سفر فوري وما عم يعرف يحجز كمان يتواصل معي على الواتساب حصرا. رح احط لكم رقمي كمان بالتعليقات هلا. يتواصل معي على الواتساب حصرا وبحجز لكم وخدمة. يعني ما باخد منكم مقابل ابدا، اوكي، باخد منكم فقط الرسوم الدولة يا جماعة اللي هي قيمتها مليونين ليرة سورية. فاللهم صل على سيدنا محمد. اي حدا حابب يحجز يتواصل معي على الواتساب، انا بحجز له الموعد وبدفع له الرسوم وبروح يستلم جوازه واموره طبيعي. وما باخد منه غير مليونين ليرة سورية فقط لا غير. اي حدا حابب يتابع امور الجوازات اول باول كمان يتواصل معي على الواتساب لحتى اضيفه على القناة اللي عاملها لحتى اضيفه على القناة اللي عاملها ويتابع اخبار الجوازات اول باول على القناة اللي عاملينها على الواتساب. اتفقنا يا اكابر يا اوادم؟ والله يسعد لي اياكم يا رب جميع، والله يوفقكم وييسر اموركم يا رب، وسلام.